رجعنا لكم يا جماعة بفيديو جديد وطبخات رائعة من تراث اليمن الرائع الشامخ الجميل. اليوم يا جماعة بناء على رغبة البنات المغتربات الذي طلبين مني طريقة القفوع اليمني على أصوله. طبعا أنا أحبهن وهن متابعت لي في القناة من أول ما بدأت. المكونات هنا يا جماعة لازم يكون معانا دقيق مركب، يعني ذرة وبر وشعير وبلسن ودخن وقليل بذور الكتان. وهنا يا جماعة لازم يكون معانا شعير صافي. اتقيدوا يا جماعة أو اتقيدين يا عسولات بالمكونات عشان يطلع معاكن قفوع يجنن. طبعا هذه طريقة القفوع الحقيقية الذي توارثناها من سابع جد. أنا ماليش دخل من المخزعبلات والمستشرقات الذي بيطلعيني ألفين. المهم هذا التراث الحقيقي. معانا هنا يا جماعة كمون وقليل ملح الهيمالايا. طبعا هنا معانا سمن بلدي من الذي أنا علمتكم في الحلقات السابقة. وطبعا أهم شيء أنه تجيبوا ماء دافي، لأنه الماء الدافي مش يكون ساخن، لازم يكون دافي علشان يقدر يندمج بشكل روعة مع الدقيق المركب. للتذكير يا جماعة، الدقيق المركب هنا كوبين شعير، كوبين بلسن، كوبين دخن، كوبين ذرة صفراء، كوبين ذرة حمراء. فهمتوا يا جماعة؟ وكوبين رومي. طبعا هنا يا جماعة طبعا ما تنسوش بذور الكتان، بذور الكتان بما يعادل نص كوب. وهنا يا جماعة معنا ايش نفعل؟ نطرح 3 حبات البيض ونطرح حبة البركة اللي هي الحبة السوداء. وهنا طبعا بعد ما نسوي لها حفرة في الوسط بعد ما نفعل لها حفرة في الوسط. طبعا هنا ايش نفعل؟ بعد ما طرحنا أو حطينا الشعير فوق الخليط يا جماعة نحط السمن البلدي بهذا الطريقة. طبعا أنا من النوع اللي يعجبني أعجن بيدي، لأنه بصراحة أشتي يدي يوم العرض عليه تشهد إن أنا كنت أعمل بيدي، وإن أنا بين أشتغل بيدي ما بين أستعنش بالأدوات الخشب أو الجوانتي أو الجلافز. المهم أنا عددت لكم يا بنات الخطوات هنا بما يحبها الله ويرضاه. طبعا أنا كل حاجة بين أقدمها الحمد لله والشكر لله، بإذن الله يكون ربي راضي عني وربي بيدي لي علامات، والعلامات هذه تدل على أن أنا ماشية في الطريق الصحيح. اللهم لك الحمد ولك الشكر. بسرين يا بنات أو بسروا يا قوم، كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا في خير وفي سعادة وفي تقدم وفي ازدهار، والأهم من هذا كله في حب ورضا رب العالمين علينا، لأنه هذا سر وجودنا على الدنيا قبل الآخرة. طبعا شوفوا أنا ذا الحين بين أعجن لكم الطريقة. أنا طبعا ما سرعتش الفيديو علشان تشوفوا طريقة العجينة الحقيقية للقفوع. طبعا يا جماعة لازم تتقيدوا بالمكونات، لأن المكونات الصحيحة ما عاد تطلع القفوع روعة إلا المكونات والطريقة اللي أنا بنكلمكم عليها. لو تشتوا قفوع يجنن. طبعا هنا يا جماعة أدينا قليل ما ساخن وطرحنا فيه خميرة البيرة أو الإسعاف، لأنه ضروري تتقيدوا، لأنه أكبر غلط لما نحط الخميرة البيرة وإحنا بنعجن، لازم في نص العجين. هنا بعد ما تمينا أو بعد ما خلصنا طريقة العجن الصحيحة للقفوع اليمني على جذوره وعلى حقيقته وعلى أصوله، ما فعلنا هنا يا جماعة أدينا السمن البلدي وفعلنا أو سوينا أو وضعنا بهذا الطريقة فوق القفوع ونتركها تخمر أقل حاجة 25 دقيقة. انتبهوا أو انتبهين يا بنات تتركنها أكثر من هذا الوقت، لأنه لو تركتوها أكثر من هذا الوقت ما عاد استطيعوش أو ما عاد استرنش تمسكوها بيداتكم عاد كنت فلت عليكم من يداتكم يا جماعة. المهم بسرتوا كيف الطريقة. هذا الطريقة الحقيقية للقفوع اليمني على أصوله. سلام الله عليك يا يمن، أنا فدالك يا يمن، أنا فدالك يا وطن. المهم هنا ما فعلنا أدينا السمنة البلدي
ومسحنا بيدينا هكذا وشلينا أو أخذنا قطعة من العجينة يا جماعة. أشتيكن يا بنات تركزين في طريقة العجينة، تشوفوا أو عشان تتعلمين الطريقة الصحيحة لطريقة القفوع. بصيروا طريقة القفوع تختلف من عجين، من خبيز، من طريقة، من مكونات. هذه الطريقة الحقيقية للقفوع. طبعا هي تختلف كل الاختلاف عن طريقة الجحين. طريقة القفوع ثانية. في بنات كثير كلمني قالن يا سمية احنا زمان كنا ناكل قفوع من حكي جدتي، الله يستر عليش ما درينا كيف ما نفعل او ما دريناش كيفه او ما دريناش مسمه. طبعا هذا هو القفوع يا جماعة. انا قد تقريبا فهمت الفكرة حقكن، وهذا هو القفوع اللي كنا ناكل ايام المدارس. ما قد كان بش لا دقيق، ما كان فيش لا سكر ولا زيت. زعما ذا الحين كده الوضع تغير، حتى الناس قد تغيروا. لأنه أنا ما لومهمش، ليش؟ لأن الدقيق والسكر مسيطر على الخلايا الدماغية ومسيطر على الخلايا الدهنية ومسيطر على الهرمونات. في هذا كأن احنا عايشين وسط الزومبي. يلا المهم شوفوا يا جماعة وشوفن يا عسولات، هنا لازم ان انتين ايش تسوين؟ لازم تحطين الطريقة التية وتبرمين العجينة بهذا الطريقة علشان ما تتشطط أو ما تتقطعش عليكن وانتين بتبرمنها. والقفوع يا جماعة لازم يكون حجمه بهذا الطريقة. ليش؟ علشان ما يتشطط أو يتقطع أو يتفسخ أو يخرج من بين الأصابع، لأن احنا نشتي قفوع يجنن. طبعا القفوع هذا كنا نعتمد احنا وما زلنا بنعتمد مع القهوة، بنعتمد مع التمر الذي نفسها أو تشتي تصلح تمر. هذه الطريقة تصلح يا بنات، تصلحن بها تمر عادي. تقدرن تقطعين التمر وتعجنن بيديكن بدون ما تخمدن أو تنضجن أو تسخنن فوق الغاز. التمر إذا تسخن فوق الغاز أنتهت خواصة. طبعا إيش نسوي هنا؟ أنا بصراحة أتمتع بشكل مش طبيعي لو ما أشوف نفسي وأنا أطبخ. أقسم بالله إنها متعة ما بعدها متعة. بصيروا نتي الشوكة. طبعا هذه العراقيين يسمونها خاشوقة. الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم في أي مكان. أنا بصراحة أحييكم من كل قلبي، وتسلموا يا متابعيني الرائعين، يا مخلصين، يا أوفياء على إخلاصكم ووفائكم معي. ربنا يسعدكم ويوفقكم ويسخر لكم. هذا النتيجة يا بنات بعد ما صلحنا القفوع. شوفوا بهذا الطريقة. طبعا انت حرة تشتن تشكل انها بالطريقة الذي تعجبكن شكلتنها، ما تشتنش عادي. انا بالنسبة لي اكتفيت بتشكيلها بطريقة الخاشوقة او الشوكة الذي احنا بنسميها في بلادنا شوكة، والناس كثير يسموها والناس كثير يسموها شوكة، بس العراقيين بالذات ويمكن في بلاد ثانية يسموها خاشوقة. ما عرفش أشي بيسموها في الجزائر. اكتبوا لي في التعليقات يا جماعة ماذا تسمون الشوكة في بلادكم بلهجتكم، يعني تراثكم وعاداتكم. لأنه أنا بصراحة مش عارفة، نفسي أعرف يعني في البلاد العربية إيش بيسموها الشوكة في بلادهم غير العراق يسموها خاشوقة. شوفوا يا بنات العجينة لازم تكون هكذا. شوفوا كيف كأن انتي بتلعبي بالطين. لازم عجينة القفوع تكون كأن انتوا بتلعبوا كأني مثل الطين يا جماعة. شفتوا كيف؟ هذه العجينة الحقيقية لعجينة القفوع، وانا داري ومتأكد ان انتوا عتدعوا لي، لأن سمية بتدي الحاجة من قلبها صادق بكل معانيها. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. طبعا هنا حطيناها بالفرن. هنا يا جماعة بعد ما خلصت وخمدت لازم تتركوها على 180 وتتركوها لو ما تنضج. طبعا تشغلوا الشعلة من فوق ومن تحت. هنا يا جماعة الطريقة النهائية أو النتيجة النهائية للقفوع. هذا هو القفوع البلدي، هذا القفوع الحقيقي، هذا قفوع يمنا، هذا قفوع صنعاء القديمة وأكثر المحافظات اليمنية على أصولها. أنا مالي دخل من الذي بيقولين والذي بيفعلين. هذا لو أنتوا تشتوا قفوع يجنن، هذا لو أنتوا تشتوا قفوع حقيقي تاكلوا مع القهوة، تاكلوا مع الفاصوليا، مع الفول، مع البازاليا، مع أي حاجة إن شاء الله تاكلوا، بس ما ينفعش تاكلوا مع المرق. فهمتوا يا جماعة؟
اكتبوا لي في التعليقات يا بنات من الطحطوحة الذي سبكتها، من هي الرائعة الذي طبقتها على حذافيرها. وبالهنا والشفاء يا جماعة، أترككم في رعاية الله وحفظه. ربنا يحفظكم ويحميكم، هو قادر على كل شيء.